أنا كنت فاكرة إني هجيب أحسن من كده. يمكن أنا قصرت. البنات التانية جابوا أعلى، ليه أنا لأ؟ كنت متوقعة منك أكتر. يمكن عندها حق، أنا دايماً بقصر، مش بعرف أكون قد التوقعات. ماما عمرها ما زعلت منك عشان درجة بس، هي كانت خايفة عليا. يمكن الموضوع مش كده، يمكن أنا محتاجة أفكر بهدوء. مالك يا هانية؟ شكلك شايلة الموضوع جواكي قوي. مش عارفة، حاسة إني خيبت أملهم. اسمعيني كويس يا هانية، درجتك متغيرة بس قيمتك ثابتة. ثابتة؟ خليني أسألك حاجة، انت فعلا قصرتي ولا حاولتي؟ حاولت، بجد حاولت. كنت بذاكر وراجعت أكتر من مرة، حتى الأسئلة الصعبة حاولت أحلها. الدرجة دي رقم، بس انت مش رقم. أنا أكتر من كده. مش لازم أكون كاملة، بس لازم أكون بحاول. بالظبط. طب ما نعتبر الدرجة دي خريطة. يعني مش نهاية؟ لا خالص، دي بداية. طب نجرب تاني، المرة دي أركز أكتر. هو ده الكلام. المسألة دي كانت غلط عشان استعجلت، المرة دي هحلها بالراحة. شايفة؟ لما نركز نقدر. رمضان مش بس صيام عن الأكل، ده كمان صيام عن جلد الذات. التحدي بتاعنا النهاردة بسيط. كل يوم بعد المذاكرة اكتب في كشكولك جملة واحدة بس، أنا حاولت في إيه النهاردة، ولو حاولت بجد حط علامة صح قدامها. هكتب كل يوم أنا حاولت في إيه. وانتوا كمان يلا انضموا للتحدي.